عندما تدمن الكتابة ولا تعرف كيف تتخلص منها، وتقرر فجأة أن تتوقف، تتفاجأ بالكلمات تدفق كغيمة، لا تعرف متى ولا كيف تمطر. تغرق في الكتابة، تلهث خلف الأفكار قبل أن تهرب، وتكتشف أنها كانت في أعماقك طوال الوقت وأنت لا تدري. لا تعرف ما الذي يدور داخلك، إلهام أم وهم، واقع أم شك، حقيقة أم هروب، ولا تدري أين تقف منها. ربما لأن الواقع الذي نعيشه لم يترك لنا مساحة لنغير بأيدينا، فترك لنا نافذة واحدة، التعبير، وترك لنا سلاحا أخيرا، الكتابة. فالكتابة قادرة على زعزعة أي واقع مهما كان قاسيا، لكن هذه القوة التي كان يفترض أن تغير الواقع لم تعد تخيف من يملكونها، لأنهم اطمأنوا إلى حقيقة واحدة: هناك أمة لا تقرأ. عش هنيا ولا تفكر ولا تقرر، فهناك من يفكر عنك ويقرر عنك، يلغي دورك، يلغي عقلك، ويسرق قرارك. سيختارون لك كل شيء: ألوانك، لباسك، طعامك، أمنياتك، وحتى أفكارك. سيقررون ما يناسبك، وسيبدلون معتقداتك إن لزم الأمر. لكن حين يأتي الحساب سيتنصلون منك. نعم، فعلنا كل شيء عنك، لكن القرار كان قرارك. الوقت كالرصيد يقترب من الصفر، ومواقع التواصل تترنح. لم تعد النجم الساطع ولا المسرح الذي يستعرض فيه الناس شخصيات وهمية. لم تعد المكان الذي يمكنك فيه أن تقدم نفسك عالما أو مفكرا أو خبيرا أو نجما. سقط القناع، واكتشف الناس أن الأسماء اللامعة كانت كذبة، وأن الشهرة لعبة، وأن غياب الرقابة حول العاديين إلى عظماء من ورق. أما المتابعون فأشباح، والإعجابات أرقام، فلا يغرك العدد. أيها السادة المستثمرون، اللعبة انتهت، الخطة فشلت، وكل ما جمعتموه عن الإنسان، فكره، همه، ميوله، تحول إلى عبء عليكم. عرفتم ماذا يريد وماذا يشتري وكم يملك، لكن سلعتكم عادت إليكم. المخازن امتلأت والطلب مات. صحيح أن الإنسان يسعى دائما إلى الجديد والأغلى، لكنكم سلبتموه كل شيء. أفرغتم جيوبه وصادرتم حساباته، وضيقتم عليه الحياة بجشعكم. إن لم يدفع تقطع الكهرباء والماء والإنترنت والغاز، وبأمر المحكمة يجبر على الدفع، ولم يبقى إلا أن تبيعوه الهواء، وقد لوثتموه أصلا. سيعيش الفقراء على الحطب والشمع، فقايضوا بضائعكم فيما بينكم، فهذا حصاد أيديكم، وهذا ذكاؤكم الذي سيقودكم للاقتتال. حتى القروض فقدت معناها، لأنكم تطلبون الضمان، والضمان هو البيت والأرض. اسألوا البنك كم بيتا سلب، وكم أرضا بيعت بالمزاد، ولم تكفي لسداد الدين. ولا تنسوا قبل مغادرتكم هذه الحياة أن توقعوا في دفتر الزوار، دفتر الذين مروا على الأرض ولم تتشرف الأرض بزيارتهم. اكتبوا أسماءكم، وقدموا قبلها ألقابكم الثقيلة: معالي، سيادة، عطوفة، تلك الألقاب التي جعلتموها معيارا للفخامة. نحن في الوقت الضائع من عمر الحياة، والدقائق القادمة والأيام القادمة ستكون قاسية على الخاسرين.